بصراحة عندي غيرة من المغرب. بعد ما اتفرجت على فيلم ذا اوديسي قعدت افكر مع نفسي كده وقعدت اقول ليه في المغرب؟ ليه مش في مصر؟ ليه الافلام دي ما بتتصورش عندنا؟ يا جماعة انا عندي تلت اثار العالم، عندي امكانيات بشرية، عندي بنية تحتية، عندي متحف جديد، عندي اهرامات، عندي كل حاجة. اقول لك كام فيلم عالمي انا متأكد ان انت اتفرجت عليهم اتصوروا في المغرب؟ جلاديتر، جون ويك، ميشن امبوسيبل، انسبشن، كينجدم اوف هيفن، بابل، وغيرهم. يا راجل ده فيلم ذا مامي اللي اتعمل سنة 2000 وفيلم ذا مامي الجديد اللي اتعمل السنة دي 2026 متصورين في المغرب. ذا مامي، الموميا، المومياء الفرعونية. مش المومياء دي بتاعتي؟ مش دي بتاعتنا المومياء دي؟ متصور في المغرب ليه؟ تعالى بقى اقول لك ليه. الحكومة المغربية دمتم حاقدين ودمنا في رعاية الله وفي رعاية الرحمن، سلام قولا من رب رحيم. قبل ما أرد على النطع ده، أتحدى أي حد مصري يجيب لي إعلامي أو صاحب قناة أو صفحة قاعدين عمال على بطال بنجيب سيرة مصر وبنقارن بين المغرب ومصر، لأن لا مجال للمقارنة طبعا. ده لو لقيت هتلاقي احنا بتوع الصفحات بنرد على تجاوزات وقلة أدب الناس اللي زي دي. وهنا برضو هسلم على أصدقائي المصريين المحترمين وهقول لكم معلش، أنا هرد دلوقتي، هرد عليك. أي نعم، عندك الفراعنة وعندك الأهرام وعندك الآثار وعندك المومياوات وعندك مليون، أصل عندنا جيران عندهم 1.5 مليون شهيد في خيالهم. وعندنا برضو الجارة اللي طلعت لنا الفراغلة عفوا، عندهم 1.5 مليون مومياء. ايه لازمتهم؟ طيب واحد جاي يصور، ما هو عايز طبيعة، عايز موقع جغرافي أقرب من أوروبا وأقرب من أمريكا، عايز أخلاق، عايز ترحاب، عايز تسهيلات في الإجراءات الأمنية والإجراءات ال الإدارية. مش عايز حد كل ما يسلم عليه يقول له كل سنة وانت طيب يا باش، هات ادفع، كل سنة وانت طيب يا باش، هات ادفع. ده في واحدة سعودية حطت أو خليجية حطت لسه منزلة فيديو بتقول لك ده فاضل الأكسجين، الأكسجين ما دفعوهولكش في مصر. سو ما تقارنش. ده غير كمية الطاقة السلبية اللي الواحد بيطلع منها. انا عمري ما اتكلمت على السلبيات اللي انا بقى بتقابلني في مصر، بس جه الوقت اللي اقول لك كمية. ده انت لو كلمت ويتر او حد من الهاوس كيبنج او معرفش مين تقول له عايزة ده، تتصل على الرقم، استحالة يطلع لك الموظف من غير ما يحكي لك على مشاكله الشخصية واصلا انا يا هانم ومش عارف ايه. ده انت بتطلع بص، ده غير ان انت في الشارع في الكافيهات في مش عارف، من ساعة ما بتقعد في الريستورانت او كافيه ما تنسينيش يا هانم، طالع تسهر ما تنسينيش يا هانم، كل سنة وانت طيبة، اصلا انا شغال وعندي عيال. كمية طاقة سلبية الواحد بيحس بيها، اقسم بالله، رغم ان انت عارف ان انت هتعمل الواجب، بس هو برضو لازم يقر. فتخيل انت ناس جايه تصور فيلم، وناس تقعد معاها كده وتدفعها ثمن الاكسجين وثمن الاهرام، وادخل مش عارف ايه هتدفع كذا وادخل مش، لا 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 لا، الفيلم هيطلع بايظ. ده غير ان احنا عندنا الماء والخضرة والوجه الحسن، الناس السامحة، الناس اللي بتفرح بكل الناس وبترحب بكل اسم من غير مقابل. وانتوا لاحظتوا ده ولمستوا ده في الكان، بس ما تمرش فيكم، بتكلم على النوعية دي. وعندنا تنوع جغرافي، عايز جبال تلاقي جبال، تلاقي عايز صحراء تلاقي عايز بحر تلاقي، وكل دول كلهم متجهزين. يعني في طرقات، عايز طيارة، عايز قطر سريع، عايز تركب، كل وسائل النقل موجودة. ما عندناش عندنا الصحراء برضو، بس مش الصحراء جوه وسط البلد يعني. فعندنا كل حاجة، وعندنا أهم حاجة مطبخ عالمي مصنف. وده سبب ان كل الناس بتحب المطبخ العالمي المغربي، يعني لا جاسترونومي ماروكان. حاجة أهم ومهمة، والسؤال اللي أنت ما سألتوش لنفسك، سيبك من السينما، ليه السياح بيفضلوا وجهة المغرب عن مصر؟ ها، ده غير إن إحنا ما عندناش كمية التراب معلش الرهيبة والزبالة اللي مالية الشوارع، زبالة بص بدرجة. أنا كان في سنة يمكن من 10 سنين عزمت صحابي والله العظيم فرنسيين، أنا كنت في مصر، وجم ما قدروا والله ما قدروا يقعدوا اسبوع من كتر التراب والزباله والوساخه اللي على الواجهات. معلش يعني انا مش بشتم، بس انا بوصف، يعني برد على الاخ اللي عايز بيسال ليه، اديني بقول لك شويه من ليه.
البنية التحتية طبعا في فرق كبير. ها، طرق السيارة والمطارات و انت مش محتاج، انت بس اعمل جوجل سيرش على جوجل وهتشوف ده مطار مراكش متصنف الرابع عالميا او الاول عالميا. فيعني في تصنيفات، في حاجات. ده انت البنية التحتية عندك، ده انت في عندك طرقات ما عندكش، ما اعرفش بتسموه ايه، بس الزفت اللي هو ما عندكش فيش الاسفلت، ما اعرفش بتسموه ايه. ده انت عندك البلاد زي ما سابها موسى وفرعون زي ما هي، استثناء بعض المناطق القليلة. ده انت رمسيس الثاني لو صحي من القبر مش هيتوه عن بيته، هيروح على طول. اه والله زي ما بقول لك كده. اخيرا اختم لك بان انت لازم تدفع، ادفع ادفع ادفع. يعني انت اصلا دافع وبرضه لازم تدفع تاني. ادفع تاني ايه؟ ما تفهمش يعني. انت رايح الفندق، المفروض ان الباركينج على حساب الفندق، لا بيدفعوك الباركينج اوت اوف، يعني خارج عن الفندق. انا اول مره اشوف كده في حياتي. انا رايحه في فندق والفندق عنده باركينج، ادفع ليه الباركينج؟ يعني غير ثمن الفندق اللي انا دافعاه. يعني انا ادفع فندق 130 يورو لليله وادفع الباركينج ليه؟ ما هو ما تقوليش ان انت عندك باركينج في الفندق. ده غير تدفع حاجات انت ما بتبقاش فاهم. زي المينيمم تشارج، مش عارف، ضريبه وقيمه اللي هو اصلا حاططها لك في الفاتوره يعني بتدفعوا الناس حاجات هي ذات نفسها مش فاهماها. ده غير الغلاء مقارنة بدول عظمى. يعني أنا قلت كده في فيديو، تأشيرتك أنت بتاعت مصر بتاعت 5 سنين بالنسبة للمغاربة 800 يورو. ليه يا بابا؟ ده أمريكا واخداها 10 سنين ب 180 يورو. ده أنا واخدة شنجن 3 سنين وخدت برضو 4 سنين ب 130 يورو. فأنت ما مش محتاجة، يعني مش محتاج تسأل الأسئلة دي كلها. وأخيرا أختم بحاجة حلوة. ما تركزوا في نفسكم وركزوا في بلدكم بدل ما انتم مركزين فينا. أنا ما أعرفش انتوا اتكرغلتوا كده ليه. احنا مصدومين فيكم والله العظيم يا مصريين. احنا كمغاربة اتصدمنا فيكم، اتكرغلتوا جدا، بقيتوا عاملين زي الكراغلة. ايه حقد وايه الغل اللي جواكم؟ ركزوا في بلدكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكموه، وحبوا الخير للناس عشان ربنا يديكم خير. وخلوا حطوا في دماغكم دعوة حلوة بندعيها احنا في المغرب كتير. يا رب ادينا اللي احنا بنتمناه للمصريين. اصل احنا بنتمنى الخير لكل الناس. شفتوا الدعوة دي حلوة ازاي؟ يا رب نقولها مع بعض. يا رب ادينا اي حاجة نتمناها للمصريين، عشان احنا مش بنتمنى غير كل خير. وهقول تاني، يا رب دمنا متألقين، دمتم حاقدين، ودمنا في رعاية الله. سلام يا نصة.